السلام عليكم مرة أخرى، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. وتوا باش نعملوا مع بعضنا المقروض التركي. هو المقروض يجي أبيض. أول حاجة باش نوريكم المكونات متاع العجينة. عندي ساشي باكو خميرة وباكو فاني، رطل فارينة، 150 غرام زبدة، نص كاس زيت، كاس مش مليان برشا سكر، ومغرفة كبيرة عطر شيا. بالنسبة للحشو باش نعملو بحشوة اللوز. عملت هنا نص رطل لوز باش نلمو بشوية عطر شيا وسكر محور. أول حاجة باش نبدأ بها هي الشحور. شحور المقروض يفرق على شحور اليويو ولا الوذنين القاضي، يجي عاقد شوية ويشبه شوية لشحور البقلاوة. باش نعمل رطل سكر عليه 4 فناجل، كيلت بالفنجان هذا أنا، فنجان القهوة الكحلة صغير. ماء، 4 فناجل ماء، ومغرفة كبيرة قارص. أول حاجة باش نعملها بالطبيعة يلزمني نطيب الشحور. لهنا غلي السكر ذاب بالكدا، باش نزيد بقية الماء، نحط مغرفة قارص، نخليه يطيب، نقص عليه نخليه يطيب، وفي الاخر بعد ما يطيب نحط له شوية عطر شيا، نخلي الشحور يطيب على روحه، وبعد نمشيو نشوفوا مع بعضنا كيفاش باش نعملوا العجينة. نحط مبدئيا الفاني، الخميرة، السكر، نحط العطر شيا، اللي ما يحبش العطر شيا نجم يعوض من الورد، والزبدة. الزبدة نسيت ما قلت لكمش لازمها تكون بدرجة حرارة الغرفة. ندخل الزبدة مليح في الفارينة، طب نمزج بالزيت، بالطبيعة انتي والفارينة. انا لهنا ما شربتليش الفارينة المكونات، دونك باش نزيد شوية زيت، نقعدو نزيدو الزيت حتى تتلم العجينة. قعدت نزيد فيه كل مرة زيت، وزدت شوية عطر شيا زادة حتى تلم. باش نعرفو اللي هو تلم. نغطيه بالبابي سيلوفان ونخليه يرتاح شوية.
وتوا باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نشكلوا الحشوة. نحط اللوز مع السكر محاور، ونلم بالعطر شوية حتى لين تولي بات. هي كملت لميتها. لهنا زرفت يديا شوية في العطر شوية، جاني جاري شوية، زدتو سكر محاور، نروليه كيما باش نعمل المقروض، كيما باش نعمل الدقلة، حشوة الدقلة. بعد ما ارتاحت العجينة، بسم الله نبداو توا ناخذ شوية منها، نجم نرش الرخامة على خاطر هي مليانة بالزبدة. نعملوها كيما حشوة المقروض نتاعنا الأحمر الآخر. نستويها هكا مليح باش يجيوني الكعيبات قد. الكعبة هذه خليها نقيس بها. هو النجم بعيني معناها نفهم. نستويهم الكعبات مليح. كمل معاكم هذه محاولة ثالثة باش ما نطولش عليكم الفيديو.
الطبق الاول. الاخر باش نعملو في طبق اللي بقى باش نعملو في طبق صغير. نحطو توا في الفور يطيب على درجة واطية على الاخر 160 150. نتلاقاو بعد شوية ان شاء الله. المقروض بعد ما طاب باش نحطو نشحرو. هو بشحور ورش عليه شوية جلجلان باش يلصق فيه. نحط ديما الجلجلان. ان شاء الله الوصفة لهذا اليوم تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم جديد كل ميمي، والى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله.